اللهم بارك. الفول اللي هنعمله النهارده مع بعض فول في البيت زي بتاع المحلات، زي بتاع العربيات بالظبط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده هندمس فول كده بالطريقه بتاع بتاع عربيات الفول اللي بتقف في الشارع. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. حاطين هنا القدر بتاع الفول، حاطين فيها ميه بتغلي. الفول بتاعنا غسلينه بس مش نعقينه، غسلينه بس ومنضفينه كده كويس، وهننزل بيه فيه بالميه المغليه دي. هنسيب الفول بتاعنا لمده 5 ساعات على النار. الفول بتاعنا هيطيب وهيبقى جميل جدا. هننزل بس بالفول معاه بحبيتين طماطم بس. هننزل كده بكميه الفول بتاعتنا كلها. اللهم بارك يا رب. هنزل بكميه الفول وارجع معاكم تاني ان شاء الله. هنزل كده بكميه الفول كلها وارجع معاكم تاني ان شاء الله. ومعانا كده ما شاء الله حبايه 2 3 حبات طماطم، ونغطي على الفول بقى بتاعنا ونسيبه بقى يستوي براحته كده. وبعد ما يستوي هنرجع معاكم تاني ان شاء الله. ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصوا الفول بتاعنا، بصوا زي فل العربيات بالظبط. اللهم بارك يا رب. ما شاء الله لا قوه الا بالله. حطينا الفول بتاعنا ناشف، حطيناه في الميه وسيبناه لمده 5 ساعات. الفول بعد ما استوى بصوا ما شاء الله لا قوه الا بالله جميل جدا. اللهم بارك يا رب. اتمنى بقى يكون الفيديو عجبكم. ما تنساش تشتركوا في القناه وتحطوا رايكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.